بالنسبة للمنتخب الجزائري قريت شوية بعض التعليق اللي تقول بأنه احنا حظنا دائما بوركينا فاسو وحظنا دائما غينيا الاستوائية وعندنا معهم ذكريات جميلة وسيئة كذلك. أيضا مجموعتنا ليست قوية وليست ضعيفة. وبعدين رغم وجوده في التصنيف الرابع منتخب السودان، ولكن أنا عندي تقدير واحترام كبير لقدرات السودان أكثر من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية كمليون، لأنه المنتخب أخرج غانا، منتخب يحتل المركز الأول في تصفية كأس العالم على حساب السنغال لحد الآن طبعا بعد 6 جولات. وبالتالي وبعدين الهلال في أفضل أحواله هذا العام في دور الأبطال. الهلال والمريخ يلعبان ينشطان في الدوري الموريتاني، يعني عندك لاعبين دوليين يلعبون دوري عالي جدا بالرغم من الظروف الأمنية اللي تعنيها السودان. فأنا أعتقد بأن المنتخب السوداني سيكون أقوى المنتخبات في هذه المجموعة، إن شاء الله يكون لما لا أقوى المنتخبات المنافسة على البطولة أو اللي يتأهل لأدوار متقدمة. فإذا خذينا عينة المنتخب الجزائري لا يمكن أن نقول بأنه وقع في مجموعة في المتناول أو في مجموعة صعبة أو في مجموعة سهلة. وقع أمام منتخبات يعرفها بوركينا فاسو، نعرفوها تاريخيا، ولكن كيف سيكون بوركينا فاسو في نهاية السنة؟ كيف سيكون غينيا الاستوائية في نهاية السنة؟ كيف سيكون السودان كذلك في نهاية السنة؟ هل يكون قد تأهل إلى المونديال وبعدين يأتي إلى بطولة كأس أفريقيا بثوب وبلباس متأهل إلى المونديال للمرة الأولى في التاريخ؟ فهذا يخليه أقوى من الجميع من الناحية المعنوية وكذلك النفسية وحتى من الناحية الفنية. والمنتخب الجزائري حين ذاك كل شيء متوقف على مصيره في تصفية كأس العالم. وسمعنا تصريح المدرب بيتكوفيتش البارحة، سئل عن الحظوظ وعن كأس أفريقيا، قال من المهم بالنسبة إلي هو التأهل لنهاية كأس العالم. صحيح، اليوم المهم بالنسبة إليه الشهر القادم هو التأهل إلى كأس العالم والفوز بالمباراتين القادمتين. عارف بأن نهاية كأس أفريقيا مازال عليها 10 شهور، ممكن 6 أو 7 من اللاعبين اللي راح يكونوا في شهر مارس لن يكونوا في شهر ديسمبر المقبل لسبب أو لآخر. ممكن في شهر ديسمبر المقبل يكون فيه لاعبين آخرين جدد. لذلك نقول بأنه صعب التكهن والتوقع بالمعطيات تاع اليوم. يجب انتظار معطيات شهر ديسمبر للحديث، ولكل مقام مقال، وكل شيء في حينه وكل شيء في وقته. نتائج تصفية كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026 سيكون لها تأثير على نتائج توقعاتنا لمن سيلعب من أجل اللقب في نهائيات كأس أفريقيا 2025 2026 في المغرب. سلام.